وهناك في الأدب العربي القديم أيضا ما يشبه هذا. هذاك الرجل الأعرابي الذي وجد ذئبة قد قتلها الصيادون، وقد ولدت ذئبا صغيرا ما زالت عيناه مغمضتان، فأخذه شفقة عليه وذهب به إلى خيمته، وكانت له شاة واحدة يشرب منها وهي كل ما يملك، فرباه على حليبها على لبنها، إلى أن اشتد ساعده وقوي ذلك الذئب وأصبح ممكنا. فخرج الأعرابي ورجع فوجد الذئب قد سطى على الشاة وبقر بطنها، مزقها، أكل منها وهرب. والعرب يتقفون، يعرفون مواقع الخطوات، فتقفى أثره وحمل رمحه وسيفه وسهمه وما يحتاجه لقتل ذلك الذئب الغادر. فلما تعقبه وجده على رأس ربوة واقفا ينظر إليه، فخاطبه قائلا: أكلت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، تربيتك على حليبها وهي أمك من الرضاع، يفترض إذا صح هذا المعنى. قال: قتلت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربوت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ من الذي أخبرك؟ نحن جئنا بك وعيناك مغمضتان. ولكن قال قولة: إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. الغريزة والأصل هو الذي يجذب إلى ما لا تحمد له عقبى. ولهذا قال: إذا كان الطباع قتلت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربوت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب.